واش عمرك فكرتي كيفاش دول كانت كتستورد ابسط الحاجات واليوم ولات كتصدر منتجات عاليه القيمه؟ واش فعلا المشكل كان في قله الامكانيات ولا في الطريقه ديال التفكير؟ واش الاستيراد هو النهايه ديال الطريق ولا غير مرحله في طريق اكبر؟ كيفاش كاين دول كتبقى ديما في موقع ديال التبعيه ودول اخرى كتخرج منه وكتولي هي اللي كتنتج؟ السلام عليكم الاخوان، معكم يونس السالمي. مرحبا بكم في ابيزود جديده من ما وراء الارقام، هنا اللي كنحاولوا اننا نديروا تحليل مبسط بزاف ديال الحوايج، لامبور ليكسبور رابور ديال لوفيس دي شونج، المهم باش اننا نحاولوا نقلبوا لكم على لوبورتونيتي. ولكن اليوم عزلنا لكم واحد ليستوار اللي مخيخه، خليكم معنا. اليوم ما غاديش نهضروا غير على الاستيراد، غادي نهضروا على واحد العقليه اللي كتبدل المسار ديال الدول. خلينا نمشيو لاواخر ديال القرن السابع عشر، روسيا القيصريه. في ذاك الوقت روسيا كانت دوله كبيره في المساحه ولكن ضعيفه في البحر، ما عندهاش اسطول قوي، ما عندهاش صناعه بحريه حقيقيه. كانت كتستورد السفن ولا كتجيب خبراء اجانب يصوبوهم لها في البلاد. المشكل ما كانش غير عسكري، وبطبيعه الحال بلا سفن ما كايناش تجاره بحريه قويه، وبلا اسطول ما كايناش قوه اقليميه، والاقتصاد ديالها كان محصور غير في اليابسه. وهنا جات واحد الشخصيه اللي تارخات في التاريخ وغيرت المسار، بيتر ذا جريت. واحد الحاكم شاب ولكن بعقليه استراتيجيه. انا براسي بغا يسطيني من شفت هادشي. بقى كيفكر مزيان وهو يوقف هو يسول واحد السؤال بسيط اللي كاملين خاصنا نسولو: واش خاصنا نبقاو نعتمدوا على لامبورطاسيون في شراء السفن ولا خاصنا نتعلموا نصنعوهم؟ وكيفاش الطريقه اللي غتدينا باش نصنعوا هاد السفن؟ في عام 1697 دار واحد الرحله تاريخيه اللي معروفه باسم جراند امباسي. سافر متخفي لاوروبا الغربيه ومشى خدم بيديه في ورشات بناء السفن في هولندا وانجلترا، بغى ياخذ تجربه ديال دول مختلفه. ترى خونا هذا هربان باش يتعلم صناعه السفن من الاصل. وهذا الشيء هذا غادي تلقاوه موثق في مصادر تاريخيه اوروبيه وروسيه. ملي غادي يرجع ماشي جاب غير افكار، جاب معرفه وجاب حرفيين وجاب خبره، شفر لهم كل شيء وبنى ترسانات بحريه واسس مدينه جديده كميناء استراتيجي. وتخيلوا معايا اش من مدينه، انا براسي تصدمت ملي عرفت هذه المدينه هذه، سان بيترسبورغ. المدينه اللي اغلبيه ديالكم كيعرف، ولكن ما كانتش مدينه عاديه. بدا التاسيس ديال مدينه سان بيترسبورغ في 1703. منطقه كانت مستنقعات وقريبه من بحر البلطيق، اختارها باش يفتح روسيا نافذه على اوروبا. وما كانش الهدف ديالو جغرافي فقط، كان اقتصادي وتجاري واستراتيجي. المدينه ولات مركز لبناء السفن ومقر الاسطول بحري جديد ونقطه عبور رئيسيه للتجاره مع اوروبا الغربيه. وباش يعطيها الطابع اوروبي حديث جاب مهندسين ومعماريين من طاليان، فرنسا، هولندا. تبنات بقصور كلاسيكيه وقنوات مائيه وشوارع واسعه وتخطيط حضري منظم بزاف بالنسبه لهذاك العصر. وفي هذاك الوقت ولات عاصمه ديال روسيا اللي امتدت اكثر من قرنين. واليوم كتعتبر سان بيترسبورغ من بين اجمل المدن في العالم، مدينه القصور والمتاحف، مدينه الفن والعماره الكلاسيكيه، مدينه كتعكس لحظه التحول التاريخيه من دوله منغلقه لدوله منفتحه على اوروبا. يعني القرار ما كانش غير نبنيو اسطول، القرار كان نبنيو مدينه، نبنيو مركز، نبنيو مستقبل كامل حول رؤيه صناعيه. وهنا كيبان الفرق ما بين دوله كتستورد حل مؤقت ودوله كتصنع منظومه كامله. واخا هي هاد القضيه هادي راه صعيبه شويه، ولكن ملي كتولي انك كتامبورتي غير الماده الخام وداك الشيء اللي انت كتحتاجو واللي هو ضروري واللي محتاج الاسرار، خاصك تبقى ديرو في بلادك. اما راه ضروري بالامبورطاسيون، عمرك زعما ما غادي تقول راه غادي نعولوا على اننا نصنعوا كل شيء في البلاد، حيت مستحيل. ما كاينش شي دوله في العالم قاده على هادشي، منتج وكيحتاج. وفي اقل من عقود قليله روسيا ولا عندها واحد من اقوى الاساطيل في اوروبا الشرقيه. ما بقاتش كتستورد السفن، انا ولات كتنتجها وكتصدرها، وهنا فرضات الوجود ديالها في هذا السيكتور. دابا السؤال المهم، علاش هنا هاد القصه باغيين كنعاودوا فيها اليوم؟ حيت الدرس ماشي على السفن، الدرس في العقليه. روسيا في هذاك الوقت كانت كتستورد منتج استراتيجي وكان ممكن تبقى تزيد في السفن كل عام
عادي، ولكن اختارت طريق اخر، ما زادتش في الاستيراد، بدلت السؤال، ما بقاتش كتسول شحال غادي نخلصوا، ولات كتسول كيفاش نولي انا هو الصانع. يعني ما بقاتش كتفكر في الثمن، ولات كتفكر في المعرفه، حيت اللي كيملك المعرفه كيملك الصناعه، واللي كيملك الصناعه كيملك القرار. ودابا اجي رجعوا معايا للمغرب، شكون غرقتوا معايا مع الدب الروسي واش رجع للمغرب اخوان. اليوم كنستوردوا معدات صناعيه، تجهيزات، مكونات، الات، اي مسمار، فيسات، كلشي انا كنستوردوا. عرفتي كاين شي حوايج اللي هما ساهلين بزاف وكنستوردوا، وغادي يطلعوا شي وحدين يقول لكم ما كنت ما درتيهاش. الله يهديك، راك عندنا شلا ما كنديروا، برك انا نقول لك شنو دير. انا كنهضر مع شباب المستقبل. جادين ورا كاش كندير. كل عام مئات المليارات كتخرج. المشكل ماشي في عمليه الاستيراد، المشكل في اشنو كنستوردوا معها. واش كنستوردوا غير سلعه، ولا كنستوردوا معرفه، ولا كنخليو المعرفه تبقى عند غيرنا. بيتر ذا جريت ما كانش عنده مصانع في الاول، ولكن كانت عنده رؤيه، تعلم، رجع وبنى. اليوم حتى حنا قدام نفس السؤال، والعالم داخل في مرحله ديال اعاده توزيع الصناعه، والفرص ما كتبقاش مفتوحه ديما. يا اما نكونوا جزء من سلسله الانتاج، يا اما نبقاو في القاع ديالها. الصناعه غادي تحتاج حلقات ناقصه، نقدروا نبقاو نستوردوا، ولا نمشيو نتعلموا ونجيبوا المعرفه ونبنيوها. ولكن الفرق اليوم، حنا ماشي في 1697، حنا في 2026. ما خاصكش تسافر متخفي بحال بيتر ذا جريت، ما خاصكش تمشي تخدم في موانئ اوروبيه باش تتعلم. المعرفه اليوم ولات قريبه لك، دورات اونلاين، جامعات رقميه، خبراء على بعد رساله تقدر تصيفط لهم ميساج ويجاوبوا، مصانع كتفتح ابواب ديالها للشراكات، والمعلومه كتوصلك حتى لدارك. خاصنا نعطيو السلام لبيتر ذا جريت. عرفتي علاش؟ حيت الفرق اليوم هو انه هو دار هذه الخطوه في 1697 اللي المعلومه فيها فريمون ما كانتش موجوده. هذاك الشيء علاش كان خاصو يضرب الطريق ويمشي يتعلم شويه عليه ويجيب المعلومه عاد يبدا خدام. ولكن دابا العالم كيجي حتى لعندك للدار، غير الا ما بغيتيش تتعلم. اي حاجه بغيتي تصنعها كتدخل كتكتب هاو تو، يخرج لك اشنو غير ممكن تصنع. انا دابا ماشي كنقول لك ان خاصك دوميني المارشي تصنع كل شيء ولا كذا، لا، ولكن نقطه بنقطه كيحمل الاول. المشكل الحقيقي هو واش غادي نديروا بهذا الشيء شي حاجه، حيت الفرق واضح. كاين اللي غير كيشوف، وكاين اللي كيتحرك وكيبدا. القوه ماشي غير في المواد الخام، القوه في المعرفه، التكنولوجيا، في السلسله الصناعيه كامله. روسيا القيصريه ما غيراتش غير الموقع ديالها الجغرافي، غيرات موقعها في السلسله الصناعيه، حيت اختارت تولي هي اللي كتصنع ماشي اللي كتستورد. السؤال لينا اليوم واضح، واش غادي نبقاو غير سوق كيستهلك، ولا غادي نوليو جيل كيجيب المعرفه وكيبني بها صناعه حقيقيه؟ ماشي الامكانيات اللي كيحددوا المستقبل، القرار هو اللي كيحدد. إذا وصلتي حتى لهنايا ما تبقاش غير متفرج، فكر، ناقش، وخلي لي في التعليقات اشنو هو المجال اللي تبغينا نهضروا عليه المره الجايه. وما تنساش فولو، جيم، بارطاجي مع صاحبك اللي ديما مبرزت لك راسك اجي نصنعوا هذه ولا نديروا هذه. وخلي لي في التعليقات اشنو هو المجال اللي خصنا ننتقلوا فيه من التركيب للتصنيع الكامل. ودير لايك الفيديو الا حسيتي هنايا بالامور كتبان بطريقه مختلفه، حيت هنا ما كنهضروش غير على الارقام، هنا كنهضروا على القرارات اللي كتبدل المستقبل. بان عندنا في الحلقه الجايه، نشوفكم تما، وهذا ما كان.